أنا من حماه، ومن يوم اللي وعيت فيه على الدنيا وأنا عم شم ريحة نهر العاصي. بس في يوم المدينة كانت ريحتها مختلفة جدا، كانت ريحتها دخان، بارود، وجثث. بعد سنين طويلة رح أحكي لكم اللي صار بشباط عام 1982. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير خلقه وسيد المرسلين. إذا أعجبك المحتوى لا تنسى تدعمنا بزر اللايك والاشتراك. شلون بعدني عايش، وشلون قلبي لساته معلق بصرخات ناس ما عادوا رجعوا. كان صباح 2 شباط عام 1982، يوم الدنيا نفسها خجلت الشمس تطلع فيها. صحينا على صوت ما بينوصف، صوت دبابات عم تجر اسفلت الشوارع، صوت مدفعي عم تهد بيوت من بعيد، وصوت طيارات الميج عم تدور فوق المدينة مثل صوت غربان عم تدور فوق جثة كبيرة. أول منطقة انداست تحت جنازير الدبابات كانت المدينة القديمة، حي الأربعين، السوق الطويل، باب الجسر. كل هالمكان اللي كبرنا فيه صار فجأة ساحة حرب، وصرنا نعرف انه اللي عم يقود الهجوم مو اي ضابط، كان رفعت الأسد قائد سرايا الدفاع، ومعاه علي حيدر قائد القوات الخاصة، وعلي دوبة رئيس الاستخبارات العسكرية، وهشام باختيار أحد أهم المسؤولين الأمنيين بهداك الوقت. هي الأسماء موثقة بتقارير دولية وما حدا ممكن ينكرها أو ينساها. أول قذيفة نزلت حسيت جسمي رجف، وحسيت الأرض عم ترجف من تحتي. سمعت صوت الجيران، أولاد عم تبكي، نساء عم تدعي، ورجال عم يركضوا بين البيوت. ما كان معنا شيء ندافع فيه عن نفسنا، بس كان في إصرار إنه البيت اللي تعمر من سنين ما راح يوقع قدام دبابة عمرها ساعة. الرجال وقفت قدام الموت، قدام الوحوش الحديدية اللي عم تقتحم المدينة مثل إعصار ما له قلب. بهداك الوقت ما كان في شيء اسمه نظام ضد مسلحين، كان في مدينة كاملة عم تنهان، عم تنكسر، عم تنهدم فوق أهلها، عم تتحول لحلم أسود مو راضي يخلص. دخلوا على منطقة الحاضر ومنطقة البارودية، وبلشوا يجمعوا الشباب من بيوتهم. في كتير ناس انعدموا ببيوتهم قدام أهلهم، قدام أولادهم، بكراهية ما شفت مثلها بحياتي. لحد هاي اللحظة ما بتروح من بالي صورة المرأة اللي ماسكي ابنها وعم تخبيه وراها، وعم تترجى العسكري مشان الله لا تقتلوا، ما دخلوا، ما عمل شيء. بس العسكري ما كان يسمع أي شيء، كان يسمع بس أوامر. أماكن كاملة راحت، جامع النور انهد، حي الكيلانية والسوق الطويل احترقوا، أماكن إلها 1000 قصة صارت تحت الركام وكأنها ما كانت موجودة نهائيا. وبعدها بلش الحصار، لا مي، لا كهرباء، لا خبز. صارت المدينة كأنها قبر مفتوح للسماء، والمي اللي كنا نشربها من الآبار كان إلها طعم غريب، وكأنه اختلطت بدماء الضحايا اللي ماتوا تحت الركام، وكأنه المدينة عم تشرب موتها. وبقلب هذا الرعب كله صار فصل ما بينتسى أبدا، مسلخ الحاضر، منطقة اسمها الحاضر. تم جمع جميع الرجال الموجودين في هاي المنطقة وتم إعدامهم من الكبير للصغير. عائلات كاملة انمحت، والمشفى الوطني تحول من مكان علاج لمكان اعتقال وتعذيب. ونفق سوق الطويل صار مكان لرمي جثث المدنيين، جثث ما حدا بيعرف عددها. ممكن تسألوني شلون لساتك عايش، بس صراحة ما بعرف. كنا تقريبا 20 شخص، حطونا أهالينا بمخبأ صغير، كنا أولاد صغار. ظلام خانق وعطش قاتل، وصوت المدفعي عم يدفن كل صوت. سمعنا صوت خطوات العساكر عم تمر فوق روسنا. واحد منهم قال: خلصوا على الكل، لا تتركوا ولا حدا. لو فتحوا الباب في هداك الوقت كنت حاليا ممكن مجرد اسم مكتوب على شاهد قبر إذا كان التقى جثماني بين الردم. بس الباب ما انفتح لسبب ما، رحمة من رب العالمين. بين 20 و40 ألف إنسان راحوا، رقم كبير، بس وراه عيون وأرواح وذكريات وأسماء ما عاد تنذكر. الناس ممكن تنسى، الورق ممكن يتوسخ، التاريخ
ممكن يحاولوا يعيدوا كتابته، بس ذاكرة الدم ما بتموت. واللي عمل هالهولوكوست السوري متخبي وراء حدود دولي ما بتعرف معنى العدالة. بس في شغلة وحدة ما بيقدر يهرب منها: ذاكرة الناس. والذاكرة إذا قررت تتحاكم ما حدا رح ينجو. كان معكم أخوكم رؤوف من قناة غرباء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.